بس كده والله عيشة جميلة خالص. اهو ايه يعني لما تجيبي القش وتخبزي. شوفوا العيش طالع شكله ايه. هنا صينية السمك فرح مني، هشوي السمك ده بعد الخبز ان شاء الله. والفرن سخن زي ما هو. اهو هنا القش بوريكم، القش فريحة اهوت، باخد منه اولع من العيش بارد من تحت، احط عود القش من تحت وخلاص، وابدا احط بقى من شوارج من فوق القش واخبز. شوفوا العيش طالع شكله ايه. معلش هو التصوير مش كويس، لان بنت سيلفي الصغيرة اللي كانت بتصورني مش لاقية حد يصورني، كل العيال في الدروس مش لاقية حد خالص، وما ينفعش ان انا اخبز بايد واحدة واصور بالتانية، مش هعرف. فمعلش سامحوني على على التصوير. اهوت احلى عيش بتطلعيه. ويعني هم حبة كمية لبن صغيرة خالص، حبة لبن رايب ماشي، فايض عندك حبة خض طالع من الزبدة بتعمليه بتعجني بيه، وتكملي بمية عادي، يعني مش كلته لبن ومش كلته خض، هي نسبة لبن قليلة خالص. لبن رايب ماشي، لبن حليب ماشي. تبقى بتحطي عليه حبة الخميرة وتكملي بالمية وتعجني. اهو بسم الله ما شاء الله، شوفوا العيش طلع شكله ايه. اهو بسم الله ما شاء الله. والله هي حاجة مش عايزة كلام. وطبعا انا عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات برضو، قولوا لي ايه رأيكم في ده، ايه رأيكم في الخبيز الفلاحي، وايه رأيكم في عيشة الفلاحين، وانا من خلال القناة بتاعتي ان شاء الله هعرفكم بكل حاجة عند الفلاحين، وأعرفكم ازاي احلى عيشة هي عيشة الفلاحين. بس برضو معلش انا هكررها تاني، سامحونا على التصوير. عيش والله احلى من البسكوت. انا بحلف بالله العيش ده احلى من البسكوت. انت لو قعدت تاكل منه كده حاف من غير غموس خالص، مش عايز غموس، طعمه بس كفايه لوحده كده. اهو كل شويه بمسح الفرن اهوت بحته القماشه دي، ابلها من الجردل اللي قدامي ده، ابلها الميه وامسح الفرن، يطلع معاك العيش نظيف زي ما انتوا شايفين. دي هنا سلفتها اهي بتبطط لي، بس هي قالت لي مش عايزه ابان، مش عايزه اطلع في الكاميرا. ربنا يا رب يديها الصحه ويبارك لها في عيالها يا رب. اهو هي هنا بتبطط لي العيش اهوت وتناولني على المطرح. اهو اهوت بولع، احط شوارب من فوق اهوت اللي هو القش ده يعني. اهو هنا بوريكم اهوت العيش بعد ما خلصت، بوريكم العيش شكله ايه من فوق ومن تحت، العيش شكله ايه. حاجة كده بغش. اتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة، وان شاء الله يعني في كل يوم جديد، مش واقفين على حاجة واحدة. ان شاء الله في جديد، وهعرفكم عيشة الفلاحين وبيوت الفلاحين وكل حاجة عن الفلاحين عايزين تعرفوها. يا ريت تشتركوا معايا وتكتبوا لي على اي حاجة انتوا تطلبوها انا هعملها لكم. اهوت العيش زي ما انتوا شايفين اهو. هنا بوريكم العيش اهو.
هي كمية العيش دي كبيرة مش صغيرة، بس هو العيش طري فبيطلع كده على بعضه مش باين ان هو ياما، لكن هو كمية عيش كبيرة والله وكويسة خالص. هنا جبت السمك اهوت، ده سمك بوري اهوت. ببدأ احطه في الردة اللي هي بتاعت الجمح. الردة دي اللي هي النخالة بتاعت الجمح. بنحط فيها السمك، نغطي السمك في الردادة ديت، ونرصه على المطرحة ديت، ونحطه في الفرن ونشوه. ده ورا الخبيز على طول. طبعا بتولعي الفرن من تحت شوية، ان الفرن لازما يبقى سخن جامد معاكي. طبعا برضه انا ما بعملش كميات كبيرة، لان احنا عدد صغير خالص، مفيش الا انا وعيالي، فالعدد صغير فما بكترش، يعني على قدنا، على قد اكلنا. اهو بتولعي الفرن من تحت كويس، الفرن لازم يكون سخن خالص. اهو بمسحه برضو بالحتة المبلولة ديت، لازم امسحه وانضفه، تشوي السمك يطلع معاك نضيف. اهو سخنت الفرن كويس، وابدأ بقى اعدل السمك معاه على المطرحة كده واحطه في الفرن. احلى سمك هتاكليه. اهو زي ما انتوا شايفين الفرن والع من تحت اهوت، ان هو ايه، يبقى سخن كويس. وابدأ بقى احط الشوارج من فوق زي ما انتوا شايفين كده. لازم ان السمك يخش على نار حامية خالص. اهو زي ما انتوا شايفين السمك بدأ يحمر معايا اهوت، بس هو الدخان بتاع الفرن مش مبين التصوير كويس. اهو ببدأ اقلب السمك. السمك بسم الله ما شاء الله، السمك طالع معايا احمر وجميل، لا هو محروق ولا اي حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بقلب السمك وابدأ اشده لبره، بحيث بقى انه مش ما يتحركش معايا، لا يتلدن قلبه، يتلدن ويطيب، وهو زي ما هو لونه، زي ما هو احمر زي ما هو. لان ما ينفعش برضو ان انت تحطي السمك تسلقيه وتطلعيه كده، هتلاقيه في دم مش حلو، مش طايب. انما لازم انت تطيبيه كويس. خلاص دخلتيه على نار سخنه وخد اللون اللي انت عايزاه، بتشديه بقى على العتبه شويه من بره كده، يتلدن ويطيب معاك. برضو شوي السمك صنعه، مش اي حد يشوي سمك. اهو بوريكم ان انا السمكه دي بقى بختبرها ازاي، ان هي بحط عود القش ده كده عند الخياشيم كده، واشوف شوف هنا لا في دم اهو، تبقى السمكه دي تخش الفرن تاني. طول ما تحطي اي عوده كده تحطيها طلعت معاكي على دم كده، لا تخش اهي، دخلتها الفرن تاني ان هي ان هو يتلدن. هنا حطيته وقلبته شويه اهوت وطلعته تاني بقى. هوريكم انا دلوقتي وانا بختبره برضو الفرق دلوقتي ازاي ان هو طيب من قلبه، بكل بساطه من غير ما تكسري السمكه ولا اي حاجه. اهو هنا هوريكم برضو السمكه ازاي بختبرها وتطلع معايا ايه، طيبه وكويسه. اهو بحط عود القش زي ما انتم شايفين كده من عند الخياشيم كده. شوفوا عود القش طالع نظيف اهوت، ما عليهوش اي حاجه، لا دم ولا اي حاجه. كده السمك معايا طبو كويس. اهو زي ما انتم شايفين اهوت، بصيت فيهم كلك سمكايه سمكايه.
فبسم الله ما شاء الله طايب. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشتركوا لي.